بيبدأ الفيلم بمشهد كلاسيكي وبنشوف اتنين وحوش قاعدين بيتكلموا في مطعم عن عيد الميلاد، وبيخلصوا وبيروحوا يدفعوا وبنكتشف ان كل البشر خايفين منهم لانهم حيوانات مفترسه، وبيخشوا البنك وبيسرقوه في ثانيه وبيطلعوا. والسيد زيبي بيعرفنا على نفسه وبيقول لنا انا وول، وما تخافوش انا مش وحش زي ما القصص بتقول لان انا اللي كاتبها، وده صاحب سنيك. مفيش خزنه فيك يا بلد بتقدر تقف قدامه، لو معموله حتى بميه الذهب هيخش ويفتحها، وهو اعز اصحابي. وولفي بيلمح في المرايه الشرطه وبتكون بتطاردهم وبيقول بص كده على الحركه دي، وبيطلع من الاشاره عنكبوته بتخلي كل الاشارات خضراء. وولفي بيعرفنا على ويلز وبيقول دي بقى اكبر هاكر في الكرتون، تعرف تدير شغلها كويس، وبيقدروا انهم يعطلوا الطريق على الشرطه. ويلز بتقول لسنيك جبت لك كيكه وهي تعبان، ولسه الشرطه هتجيبهم. بينزل عليهم دوايات بتقطع لهم الطريق، واللي بيكون عامل كده القرش ده وولفي بيعرفنا عليه وبيكون ده واحد من العصابه، وبيقول لنا ده شارك. الراجل مش ولا بد بس في التنكر معلم لدرجه انه عرف يسرق لوحه الموناليزا ويحط خلقته بدلها. وصحيح نسيت اعرفكم على السيد برانا، ده بقى مفيش حد بيقدر يقف قدامه، قوي شجاع مجنون احيانا. ويلز بتقول ما نسيتش حاجه كده يا برانا، وبيقول لها ايه، وشاركي بيقول هديه سنيك، وبرانا بيقول لا يا عم ما نسيتهاش ولا حاجه، وبيقوم مدي واحده. ويلز بتقول له ولا انت كل ما بتكذب بتدي واحده، وبيقول لها لا والله كل ما بتوتر، وبتقول له فعلا كل ما بتكذب بتتوتر، وبيقوم مدي واحده سكرانه بيعطل لهم الجو جوه. وشاركي بيقول هموت لدرجه ان الشرطه بتلف وبتطير من الريحه، وولفي بيوقفهم عند اسم الشرطه وكلهم بيقولوا انت عبيط يالا، وبيقول لهم ايه ناس عاوزه مطارده واكشن ولا انا غلطان. وواحد من الشرطه بيروح للمفتشه اللي بتحقق في القضيه وبيقول لها على اللي حصل، وبتقول لهم حطوا لي الكلب ده، وبيشغلوا العربيه وبيطيروا، وبقيه الشرطه بتجري وراهم، وبيقدروا في الاخر انهم يفلتوا منهم بس باعجوبه. والمفتشه ما بتبقاش مصدقه وبتبقى ناويه لهم، والعصابه بتوصل للمقر السري بتاعهم اللي بيبقى مليان ذهب وفلوس اللي عليه يكفيني انا واحفاد احفاد احفاد 10 سنين قدام. وبيحطوا الكحكه ولسه يحتفلوا بسنيك بيقوم مطفي الشمعه وقايل لهم برغم ان بكره الكوكب كله بس انا بكرهكم انتوا حبه صغيرين. وبرانا بيقول له قد انت قلبك طيب يا سنيك، وكلهم بيحتفلوا وبياخدوا صوره للذكرى. وسنيك بيروح يعلقها على الثلاجه وبنلاحظ انه طيب سيك، وبيفتح الثلاجه وبياخد حته الايس كريم بتاعها. وشاركي بيلمحه وبيقول له يا اخي ابوس ايدك هات لي حته، ابوس راسك، ابوس رجلك. وسنيك بيقول له خلاص عاوز حته. وولز بتقول قابلني لو اداك، والشاركي بيقول لا سنيك ده اخويا، وبيقول له خلاص يا عم افتح بقك عبيط يا اسطى انت كده بتعصبني. وبيمسكوا في بعض. وولفي بيروح يشوف الاخبار بيلاقيهم بيتكلموا عنه، وبينادى على اصحابه وكلهم بيتجمعوا. والمذيعه بتقول معانا ومعاكم الحاكمه ضياء، وبتخش وبتقعد تقل منهم وبتقول اشرار بس من الدرجه الثانيه، ده اخرهم يسرقوا بنك في الشارع، اما التحف الاثريه ما يقدروش عليها لانهم مش اشرار. وكلهم بيتفاجئوا من اللي سمعوه. وولفي بيقول هي مين عشان تحكم علينا، وبتكمل كلامها وبتقول سيبكم من الاشرار دم، احنا بكره هنقدم جائزه الدولفين الذهبي لاكتر مواطن كان طيب في السنه دي. وولفي بيجي في دماغه فكره جهنميه وهي انهم يسرقوا جائزه الدولفين الذهبي، بس سنيك بيقول له كل العصابات اللي حاولت تسرق الجائزه دي تتمسك. وبيقعد وولفي يحمسه وبيقول له عشان نكسر عين الحاكمه دي واسمنا يتكتب في التاريخ، بس سنيك ما بيوافقش. وولفي بيقول له طب تمام خلي بقى الفار ياخد الجائزه. وسنيك بيقول له انت قلت فار، بيوروه بقيه الصوره. والشاركي بيقول هو ده اللي كان طيب كان حنين. وسنيك بيقول لهم يلا بينا، وبيتحدوا مع بعض. وبيبدا وولفي يعرفهم على الخطه اللي يعملوها، وهي انهم الاول يتنكروا، ثانيا بيعرفهم ان في بابين، الاول بيفتح بكارت المفتشه، والتاني ببصمه عين الحاكمه ديان، ده غير البودي جاردات الجبارين. وبالنسبه لبصمه ديان ديت سيبوها عليا. وبيروح يجذبها عنده وبيقول لها هاي السيد فول، وبيلقط منها الخاتم وبيقعد يتكلم معاها على العصابه بتاعته، وبتقول له تبقى قابلني لو العصابه دي عرفت تاخد حاجه. وبيبقى في نص هدوم وبيطلب منها ان ياخد صوره معاها وهي بتوافق. وبيخشوا الحفله وبيبدا كل واحد يقف في مكانه، وبيبدا وولفي يلقط رزق وبيقدر ياخد كارت المفتشه. وولفي بتسيطر على المكان، وبرانا بيتنكر في لبس عامل، وسنيك بيخش المواسير، وشارك بيريح عضمه. وفي عز ما وولفي بيكون متجه لاكل عيشه بيشوف ست ماشيه ومعاها دهب ولسه هيسرقها، بتقوم وقع منه وبينقذها وبتقعد تقول له شكرا يا ابني انقذتني، شكلك بتعمل حاجات خير. واول لما بتمشي بيقعد ديل وولفي يلعب وبيبقى مستغرب من اللي حصل له. والشارك مره واحده بيقول الحقوني انا بولي، يا ريت يعني رجاله الامن يسيبوا شغلهم ويجوا ينقذوني. وفعلا بيجروا عليه، وبرانا وولفي بيقدروا يخشوا من الباب الاول. وبرانا بيمسك الجردات وبيعمل منهم اساطير، وولفي بيطلع الصوره وبيعملها على الجهاز وبيقدر انه يخش الباب الثاني، وبيمروا من حوالين الليزر وبيمسكوا في سنيك. وبرانا بيطلع يمسكهم هما الاثنين، ولسه وولفي هياخد الجايزه بيقوم الخاتم واقع وبيمسكوا في اخر لحظه، بس بيبقى نظام الحمايه ضدهم وبيبقى الليزر مستنى حركه واحده منهم. وولز بتقول سيبوني خمسه اشوف الموضوع ده، بس برمالين بيطلع على المسرح عشان ياخد الجايزه. وولف بيقول لها يلا وبيوتروها، والمفتشه بتيجي تخبط عليها الباب، وبرانا بيتوتر وبيدي واحده بالطريقه القاعده عند ويل، وفي اخر لحظه بتقدر انها تمنع الجهاز، وبياخدوا الجايزه والمفتشه بتخش وبتطلع تاني وبيتجمعوا مع بعض بس بالجايزه. ولسه هيروحوا بيطلع برمالين وبيتكلم عن الخير. وولف بيقف وبيقعد ديله يتحرك، والشنب بيقع والناس بيقفشوه، والشرطه بتحاصرهم والمفتشه
بتقول سرقوا الجايزه. وولف بيقول لها فين الدليل، ومره واحده بتقع من تحت شار. بيقول ايه ده، ابن حبيبي. وولف بيطلع سلاحه وبيقول لهم يلا اودعك، بس البطرون هو اللي بيودعه وبيقبضوا عليهم وبيبقوا ترند الشوارع، وبتبقى المفتشه في قمه فرح. ومره واحده بيجي الولف فكره وبيقول انا عارف اننا غلطانين، بس مفيش حل قدامنا غير اننا نبقى اشرار. يعني مثلا لو كان حد زرع فينا ذره خير كناش هنبقى كده، صح؟ والمفتشه بتقول له يلا يلا، ولسه هترمي البروفيسور برمالين بيقول لها استني، هو فعلا عنده حق، مفيش حد ارشدهم للسلوك الصح. يعني لو انا خليتهم في الخطه الجايه انهم هم اللي يستلموا الجايزه تطلقي صلاحهم يا حاكمه، وبيبقى كل اللي موجودين مستغربين. وديان بتوافق وبيكمل كلامه وبيقول انا اللي هخلي الاشرار يتحولوا لاخيار. وولف بيفرح واصحابه بيقولوا اللي انت عملته ده، وبيقول لهم بصوا احنا هنبقى اخيار لمعظم الوقت، وبعدها ندخل حفله الخير لان الناس هتبقى فاكرنا طيبين، وهنخرج سالمين غانمين ومعانا جايزه الدولفين. واصحابه بيبقوا معجبين بالفكره. وسنيك بيقول له ولا انت اكيد بتفكر بمخك. وبنروح لبيت البروفيسور برمالين وبيكونوا وصلوا، والبروفيسور بيقول لهم باين عليكم انكم مفترسين وما عندكوش رحمه. وشاركي بيقول له بس بقى انا بتكسف، بس جواكم اكيد ذره خير، لو اتفتحت هتبقوا اخيار وتعملوا خير وتحسوا بيه. وولف بيبقى فاهم كلامه علشان ديله اتحرك، وبيبدا يعلمه من الاول المشاركه، وبيدي حته ايس كريم لسنيك وبيقول له يلا شاركها مع شارك صاحبك. وسنيك بيكون مش طايق نفسه، وشارك بيقول له يلا انا عارف ان انت نفسك تاكلها بس هاتها لي يلا، ولسه هيديها له ما بيستحملش وبياكلها هو، وبيقول له عبيط تاني. والشارك بيبلعه وبيقول خلاص شبع. والتدريب التاني انهم يساعدوا الست العجوزه تعدي الطريق، وبران هو اللي بيمسكها عشان يعديها. وولف بتتريق عليه وبيقول لها انت عبيطه، والعربيه بتيجي وبتشوط وول. والتدريب التالت انهم يساعدوا القطه انها تنزل، بس بيخوفوها بتطلع اكتر. والبروفيسور بيقول لهم انتوا اغبياء، ايه الحاجه اللي بتعرفوا تعملوها؟ بيقولوا سرقه، احتيال، سطو. والبروفيسور بيقول لهم سطو، طب انا عندي فكره. وبيقول لهم ده معمل تجارب وجواه اكتر من 1000 فار هندي محبوسين جوه وبيعملوا عليهم تجارب، فانا عاوزكم تعملوا خير وتحرروه وتلبسوا اللبس ده. وبيبداوا يعملوا السطو، وفي الاخر بدل ما يحرروهم بياكلوهم وبيتنشروا في الجرايد. وديان بتقول خلاص كده، بس وولف بيجري وراه وبيقدر ان هو يقنعها بمحاوله تانية، بس بتكون زرعت فيه فكره ان هو بيعمل كده عشان نفسه مش عشان الناس التانية. فهو قاعد لوحده بيسمع صوت القطه تاني وبيروح ينقذه، وبيبقى البروفيسور صور كل ده وبينشره على النت وكل الناس بتتفاعل معاه. اصحابه بيفرحوا والبروفيسور بيقولوا صدقني لو عاوز تبقى خير لازم تبعد عن صحابك دول. وسنيك بيكون سامعه، فهم نايمين بيقول له ايه يا اسطى مش ده برضه جزء من الخطه؟ وولف بيقول له ايوه ده انا اللي وضع الخطه، يعني المفروض اكون اكتر واحد ملتزم بيها. وبيجي يوم الحفله وبيدوهم الخطه، بيعرفهم عن مكان الجايزه، وبيقول لهم سنيك هيروح يفتح شنطه المفتشه وياخد منها كلمه سر باب الجايزه، وتشارك يامن على الجايزه المزيفه، وبرانا مسؤول عن الكهرباء، وويلز خدعه الصوره. واول لما اقول برمالين نبدا الخطه، واول لما المفتشه تدي الجايزه للبروفيسور نطير احنا والخدعه تشتغل ونسافر على مكان ما حدش يعرفنا فيه. وسنيك بيقول له ولا انت دماغك دي طرش. واول لما بينزلوا بالعربيه بتبدا الناس تحييهم وبيبداوا بقى ينفذوا الخطه. وسنيك بيروح للشنطه ولسه ياخد كلمه السر المفتشه بتقفل الشنطه على داله وبتاخده بدل الكاس، وكل زمايله بيحاولوا يشتتوا الوضع. ومره واحده برانا بيطلع على المسرح وبيبدا يعزف بصوته، والمفتشه بتسيبه وبياخد كلمه السر وبيطير. وبرانا بيعمل الكهرباء وولز بتجهز الخدع، وفي الاخر بيجمعوا اجماع الرقم المستحق للتبرعات. وولف بيمسك الميكروفون وبيقول طب احب اشكر الناس وبخاصه البروفيسور، وبيتوتر واصحابه بيبقوا مستنيينه يدوس بس، وفي الاخر ما بيدوس والجائزه الاصليه بتطلع وبيدوها للبروفيسور، واصحابه ما بيبقوش عارفين هو عمل ايه. ومره واحده النور بيقطع وبيطلع الحجر النيزكي اتسرق، والخدعه بتشتغل وكل الناس بتستغرب وبيطلعوا يجروا، وفي الاخر بيمسكوه. وولف بيقعد يحلف انهم ما عملوش حاجه بس ما حدش بيصدقه، والمذيعه بتقول صحيح ديل الديب عمره ما بيتعدل. والبروفيسور بيطلع لهم وبيبقى هو اللي عامل ده كله، وهو الست اللي خلت وولف ديله يتحرك، وهو اللي سرق الحجر. وشاركي بيقول صحيح كان طيب اتاري كداب كبير، وبيطلع يقول لهم شكرا على كل اللي عملتوه عشان، وبيفهمهم ان عاوز يستفيد من الحجر ده عشان ياخد كل فلوس التبرعات وتبقى اعظم عمليه سرقه في التاريخ. وبيبقى وولف مش مصدق انه اتعمل فيه كل ده ولسه هيضربه. البروفيسور بيفتح الباب وبيقول الحقوني، وديان ما بتبقاش مصدقه وبتقعد تبص كده على البروفيسور وبتحس ان في حاجه مش مظبوطه. وبيكون وولف كان مديها مكان المقر السري بتاعها، وبتروح للمكان وبتتفاجئ من اللي موجود. وولف واصحابه بيكونوا وصلوا السجن اللي ما بيقدرش ينام لا تطلع منه. وسنيك بيقول له وولف هو ايه اللي حصل ده، وبيقول له على موضوع الحاجه اللي كان لابسها البروفيسور. وسنيك بيقول له على فكره انا سمعت الفروه بيقول لك انك لازم تتخلص مننا وما توقعتش انك تسمع كلامه. وولف بيقاطعه وبيقول له لا انا ما سمعتش كلامه وانا عاوز نبقى خيرين. وسنيك بيتعصب وبيضربه، والشرطه بتيجي تحوش، ومره واحده شرطي بينزل من السما مضروب ونازل معاه نينجا دباحه بتضرب كل الشرطيين اللي موجودين، وبتطلع في الاخر ضياع. وولف بيقول لها ثانيه هو انت المخلب القرمزي، وبيبدا يعرفنا عليها وبيقول دي بقى المخلب حراميه نتاشه بتعمل كل حاجه وفي الاخر ما حدش لسه عارف هويتها. والجرس بيرن بس ديان بتقدر تظبط الموضوع، وبيخرجوا. وولف بيقول لها انت انقذتنا ليه؟ بتقول له عشان لما ركزت في الحفله وعملت تحقيقات اكتشفت ان الحجر ده بيعمل. وولف بيقول لها عارفين الحاجات دي خلصوا. وفي الاخر بيوصلوا وديان بتقول لازم نوقف الفار ده عند حد. وولف بيقول لها سيب الموضوع ده علينا. وسنيك بيقول له علينا خلاص ما قلناش معاه، وبيسيبه ويمشي. وبعديه بيرانا وويلز والشارك كلهم بيسيبوه ويمشوا، وبيبقى وولف زعلان
ملاه. ونروح الجنب التاني بنلاقي برمالين ركب الحجر وقدروا انه يتحكم في الفئران الهنديه اللي موجوده في جميع العالم. وولف وديان بيوصلوا وديان بتساله في ايه وبيزعقوا وبيقول لها مفيش حاجه، واحد ساب صحابه عاوزاه يكون عامل ايه. وديان بتقول له فعلا انا حسيت الشعور ده قبل كده، انا كنت حراميه الناس كلهم بيتكلموا عنها، سرقت كل حاجه ما عدا حاجه واحده. وولف بيقول لها الدولفين الذهبي صح، وبتقول له مش صح قوي، انا كنت بيني وبين الدولفين الذهبي خطوه، بس بصيت لنفسي حسيت الناس ممكن تبص لي بصه غير البصه اللي جواها، ورجعت الجيزه ودي اتغيرت كل حاجه وبقيت زي ما انت شايف كده، اتحولت من شريره لطيبه، الناس كلهم بيحبوها مش بيكرهوها. ومره واحده بينزل عليهم واحد من الفئران وبيعرفوا ان البروفيسور عمل خطته، وديان بيتدخل وولف المقر السري بتاعها وبيتفاجئ من جمال المكان وبيبداوا يدرسوا الخطه، وبيعرفوا ان البروفيسور عاوز يسرق التبرعات اللي هو عاملها والتي تقدر بمليار دولار. وولف بيقول ده هيبقى اكبر سطوه يشهده التاريخ لو حصل، وبيعرفوا انهم لو وقفوا الحجر البروفيسور هيفقد السيطره على الفئران، وبيقرروا انهم يسرقوا الحجر وبيجهزوا نفسهم وبيتحركوا بعربيه وولف اللي ديان سرقتها منه. وبنروح للجنب التاني وبقيه العصابه بيوصلوا للمقر وبيلاقوا الثروه التي كانت هتكفي احفادي مش موجوده. وسنيك بيقول وولف سلم لهم كل فلوسنا اللي جبناها بعرق جبيننا، وبيروح يفتح الثلاجه بيلاقي في حته ايس كريم وبيديها لشارك عشان يهدى. وولف بتقول ايه اللي انا شايفاه ده، سنيك ادى لشارك الايس كريم. وسنيك بيقول لها بس يا هبله ده عشان يهدى. وشارك بيقول صاحبي بقى خير، سنيك اسوأ واحد فينا بقى طيب، اكتر واحد بارد اناني تبد غتت وحش قذر. سنيك بيقول الخلاصه. وولف بتقول شكلي كده وولف كان عنده حق، احنا احسن من اننا نكون اشرار. وبتبدا ديولهم تتحرك وسنيك بيقول لا وبيرفض وبيقول احنا هنفضل اشرار وبيسيبهم ويمشي. وبتبدا كل الفئران تروح تاخد عربيات التبرع وتتجه لبرمالين. وولف وديان بيوصلوا وبينفذوا خطتهم وبينزلوا للحجر بيلاقوا الجيزه محطوطه من غير اي حمايه. وولف بيقول ازاي ده، وديان بتقول له مش احتمال يكون ده فخ، وفعلا بيطلع فخ. وبرمالين بيمسكهم وولف بيقول له انت عرفت ان احنا هنا ازاي، وبرمالين بيقول له من صديق كده. وبيطلع سنيك وبيكون بقى شريك معاه وبيقول له ممكن يا صاحبي ازوق آلة التحكم دي، وفعلا برمالين بيديها له وبيقول لصاحبه وخلص عليه. ولسه الجهاز هيموتهم وولف بيشم ريحه ملوكي وبيعرف ان دي ريحه برانا، وبيكون صحابه جم عشان يساعدوه وبيقعدوا يحكوا له على اللي حصل لهم، وبيقرروا كلهم انهم ينفخوا برمالين. وبيكون متجه للحجر وبيلاقي العصابه مستنياه وبياخدوا الحجر بالعربيه وبيطيروا، وبيقرروا انهم يوقفوا اشاره الحجر. وبتبدا بقى الاكشنات والحركات وبيقدروا يسيطروا على الموقف وبيرجعوا كل الفلوس لمكانها. وديان بتقول لهم اسبقكم انا بقى على القيس، وبتروح للمفتشه وبتقول لها الجهاز عين، وبيكونوا جايين ومعاهم الحجر عشان يسلموه، والمفتشه ما بتبقاش مصدقه. ومره واحده وولف واصحابه بيفتكروا سنيك وبيقفوا وبيقرروا انهم يروحوا يرجعوه في صفهم، وديان ما بتبقاش فاهمه حاجه. وبيقدروا يوصلوا للبلمارين وبيقول لهم بصوا وراكم كده، وبيبقى جيش طوفان من الفئران جايين ناحيته وبيحاول وولف يهرب منهم. وسنيك بيقول للبلمارين قلل الخطر شويه، بس بلمارين بيقول له خفف طب انزل معاه، وبيزقه بس بيمسك في الطياره ولسه هينزلوا تحت. وولف بيقول له اهدى هنديك الحجر بس ترجعه لنا، وبلمارين بيوافق وبينزل الكماشه، بس وولف بيقول له نزل سنيك الاول، وبلمارين ما بيوافقش وبيطلع في الهواء وبيرمي سنيك ما بين الجبلات وبياخد برضه الحجر. وولف بيطير وبيعمل شويه حاجات اكشنات وبيقدر انه ينقذ صاحبه، وسنيك ما بيكونش مصدق انه ضحى بحياته عشان ينقذه، وبيحضنوا بعض وبيفتكروا انهم هيموتوا خلاص، بس وولف بيقول لهم مش دلوقتي، وبيطلع السلاح وبيطلعوا تاني، والعربيه بتنفجر والهواء بياخد القلم من برمالين وبيفرمها، والفئران بترجع لطبيعتها. وولف بيطلع الجسر بيلاقي قدامه حبايبه مستنيين، وديان بتوقفهم وبتقول لهم هم ما سرقوش حاجه، والمفتشه بتقول لها هو مين اللي قال ولسه هتعرفهم بحقيقتها. وولف بيتدخل وبيقول احنا زهقنا من الهرم يلا خدينا، والمفتشه بتستغرب وبيقول لها هو فعلا احنا ما سرقناش الحجر بس سرقنا حاجات تانية، والمفتشه بتتهبل وما بتبقاش مصدقه. ومره واحده برمالين بيجي بالحجر والناس بتفتكره هو اللي رجعه، بس المفتشه بتكتشف ان ده مش الحجر وده فانوس، وسنيك بيكون هو اللي خطط لده كله، لما كان خد منه الخوذه خلى الفئران تبدل الحجر بالفانوس، وهم كانوا خدوا المضروب، ولما طاروا رجعوا الاصل ولعبوا فيه. وسنيك بيقول بص دي، وبنلاقي الحجر انفجر، وبرمالين بيتشلوا وديان بتكون مبسوطه من اللي عملوه، وبيطلعوا على البروفيسور اشاعه ان هو المخلب القرمزي لانهم لقوا معاه المثل الاثريه اللي كان واخدها من ضياء، وبيدخلوه الزنزانه، والعصابه بتكون فرحانه، وسنيك بيقول لهم كله من ذكائي. وولف بيساله وبيقول له تفتكر مين اللي حط الايس كريم في الثلاجه، وبيكون هو اللي كان حاططها، وبيقول له انا عارف ان انت خايف، وكل زمايله بيضحكوا عليه. وبعد سنه بيطلعوا من السجن وبتستقبلهم ديان بالعربيه وبيركبوها. وولف بيقول انت يا ايوه انت تعالى، قلت لك تعالى، لو ما عملتش لايك على الفيديو ده انا هنفخها مظبوط، يلا شغل اغاني، وبيطيروا وبيخلص الفيلم. لايكك بقى زي ما قال لك المعلم وولف، وسلام.